والله الذي لا إله إلا هو. هذه الكلمات لو قلتها فتحت لك أبواب السماء، فتقبل صلاتك ويرفع عملك ويستجاب دعاؤك. هذه الكلمات لو قلتها ثم ذكرت حاجتك لقضاها الله لك بإذنه تعالى. هذه الكلمات تطوف حول العرش، لها دوي كدوي النحل، تذكر اسمك هناك. هذه الكلمات يقول ابن عمر: ما تركتهن منذ سمعتهن. اسمع واحفظ وطبق ثم شارك مع أصحابك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما، فسمع رجلا يقول بعد أن كبر للصلاة قبل أن يقرأ الفاتحة، قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ قال: أنا. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء.